السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكل الناس هتسمعنا، صباح الخير عليكم. طبعا كلنا شفنا اللي حصل امبارح. طبعا انا هتكلم في الموضوع دوت، وهتكلم ليه هي خرتيتة ديت ممكن تكون شريكه في الحوار ده. اولا انا يا جماعه موقفي من التوينز، انا ما بكلمش التوينز ماشي، بسبب ان هما كانوا انا عارفه ان التوينز مخهم حد بيسوحهم وممكن يفهموا حاجات غلط، فعشان كده من اول حتى الحوار معاهم بتجنب ان هم يدخلوا في مشاكل. ولكن انا بجد امبارح اتصدمت من اللي حصل معاهم، واتصدمت اول ما العيال جابوا اللايف على الشات، فدخلت ابص على اللايف، لا بجد ايه ده احنا وصلنا لكده؟ ده لا يرضي رب ولا يرضي دين ولا يرضي اي حد. ايه بلدنا ما فيهاش قانون؟ لا احنا بلد القانون. للدرجه دي انتوا بلطجيه؟ للدرجه دي انت يا خرتيته انت بلطجيه؟ وطبعا ده خلاني افتكرت حاجه مهمه جدا، وحتى شاركتها على الصفحه عندي، لما برضو في 2019 حاولت ان هي تبعت لي واحد اسمه عمرو، وبرضو كلمني وقال لي انا عمرو مش عارفه ايه، وانا جاي لك من اسم مش عارفه ايه. قلت له انا اسم مش عارفه ايه دول يجوا عندي ليه وافتحي لي ومش عارفه. قلت له افتح لك فين يا حيوان؟ كان قال لي عايز يجي شقتي ايه عشان يتهجم عليا. قلت له افتح لك فين يا زباله؟ وقمت متصله باسم منطقه العبور. هي ما تعرفش ان انا الحمد لله في المدينه اللي انا ساكنه فيها حبايبي كتير. فقمت اتصلت باسم العبور، فقالوا لي لا استحاله يحصل كده، وليه اصلا حد يجي لك البيت؟ ما يحصلش الكلام ده. فبعدها عرفت من فراس، بعدها لما اتصالحت انا وفراس، عرفت من فراس ان دي كانت خطه منها، وان هي كانت فاكراني عبيطه يعني هصدق، وان هو يجي يأذيني والكلام ده واللي يصورني وقصه كده. وانا يعني انا اللي مطلعه ديك ابوها ومخلياها تلف حوالين نفسها، هتعرف تعمل معايا كده؟ فنفس القصه هي عملوها مع التوينز، طبعا بمعاونه مين؟ اسلام اخو احمد جوز ايمان. وطبعا بجد انا مش عارفه ايه الغل اللي جواك ده، ايه الغل اللي جواك ده؟ هم عملوا لك ايه؟ هم مش مثلا شتموك مره وانت شتمتهم وطلعتوا اتصفيتوا مع بعض وخلاص؟ ده ايه الغل اللي انتوا فيه ده؟ وطبعا برضو يرجعنا القصه دي، ترجعنا ان انت يا خرتيته يا اللي بتقولي لا ده انا مظلومه وانا ما ضربتش الست اللي عامله لي قضيه. لا انت اكيد القضيه دي مش متلفقه لك، لان كل القواضي اللي كانت بتبقى عليكي كنت بتقعدي برضو تصرخي وتقولي متلفقه لي زي كده في 2019. كل القواضي اللي انا طلعتها لك ونزلتها لك صحيفه سوابقك، قعدتي تقولي ان هي متلفقه لي. وفي 2020 قلتي ده كانت قواضي عليا ودفعتها، دي كانت فلوس عليا ودفعتها، من ضمنهم ان انت برضو. الموضوع ده يرجعنا ليوم الغدر برضو اللي عملتيه يوم ما رحتي عملتي للتوينز محضر في بلدهم. هحكي لكم بقى انا حكايه المحضر دي. يمكن الحكايه دي انا ما حكيتهاش في كل اللايفات، لان انا برضو زي ما قلت لكم كده التوينز عمرهم ما كانوا معانا. التوينز كانوا لوحدهم في اتجاه خالص واحنا في اتجاه. انا يمكن دلوقتي بشتم، بس فعلا هم يستحقوا الشتايم اللي اي حد بيجي على سكتنا يستحق يتفشخ. بس فعلا اي 2019 انا تقريبا ما كنتش بشتم الشتايم دي خالص، لان ببساطه جدا كنت لسه في الحوار جديده، فاللي هو ما كنتش بشتم، بس اهو كنت بروق اللي عايز يتروق برضه، بس ما كنتش بشتم بالدرجات دي. بس دلوقتي لا، اي حد بيجي على سكتي بدوسه. في 2019 هم لما كانوا بيتخانقوا معاها التوينز، هي دخلتني انا في الحوار ان انا اتوسط ما بينهم وما بينها، وان احنا نحل الحوار. الكلام ده بالظبط كان قبل يومين من ان هي تروح تعمل المحضر. فكان في بنت مغربيه او جزائريه صديقتهم، فانا اتكلمت معاها وخلاص. بالفعل كنت دخلت انا وهم شات التوينز واتكلمنا وخلاص. فاللي هو مفيش نكش من هنا ومفيش نكش من هنا، حصل حاجات بسيطه كده نكش بس. كنت انا كل شويه اقول لهم خلاص كانوا قربوا يسكتوا. قلت لها خلاص هي كلها يومين ويسكتوا. فلا، هي دبل كيك اتفاجئنا بيها فين؟ في بلدهم، ان انا في القطر وراحه بلدهم اعمل لهم محضر. هي حتى ما كانتش قايله لحد ان هي راحه بلدهم تعمل لهم محضر. طيب لما دخلت عملت لهم محضر، هل عملت لهم محضر بالسب والقصف اللي هم عاملينه فيها؟ وهل حطت اسباب السب والقصف اللي هو بيحصل ما بينهم ان هي برضو بتشهر بيهم وبتخلي كلابها يشهروا بيهم ويشتموهم؟ لا، هي لما راحت برضو بالكذب وقالت ان هم غرموها مش عارفه 50,000 جنيه، وان هم كانوا بيضربوا لها اوردرات، برغم ان هم فين؟ في اخر الدنيا في سوهاج، وهي هنا في القاهره. فمش منطقي ان هم هيتصلوا من سوهاج يغرموها و50,000 جنيه ولا 150,000 جنيه من محل بيتزا. يعني ما يجيش اوضه وما يجيش مكان اوضه يعني قد كده.
فهيغرموكي ايه؟ فطبعا ده من ضمن الغدر والكذب بتاعها. بس هم للاسف التوينز ما بيتعلموش، يعني هم للاسف التوينز وقتها بعد ما حصل الكلام ده كله رجعوا اتكلموا معاها تاني، ورجعوا بقى ينفذوا مخططاتها تاني، سواء كانوا فاهمين او مش فاهمين. بس هم للاسف ما اتعلموش. بس برضو ما توصلش ان انتوا تستنوهم في مكان ضلمه، ما توصلش ان انتوا تستنوهم تغفلوهم تضربوهم، ده غدر من ظهرهم. لا، على الاقل احنا لما حد عامل لنا مشكله ولا عامل لنا اي حوار بنديكي في وشك، بنديكي في وشك وبنقولك احنا عاملين لك محاضر بافعالك. عرفتي ان انت كلبه، عرفتي ان انت رمه، عرفتي ان انت زباله، ما بتقدريش تتحركي من مكانك الا بالغدر، ما بتعرفيش تعملي حاجه غير بالغدر، ما بتعرفيش تعملي حاجه غير برمي البلا. عرفتي انت ما عرفتيش تعملي معايا ليه في حاجه في 2019 ولغايه النهارده انك ما عرفتيش ترمي عليا بلاكي؟ عرفتي ان انت وليه كدابه وبتستغلي خلافات الاخرين لصالحك. انت برضو استغليتي خلافهم مع اسلام، واستغليتي ان اسلام ممكن يقدر يعمل الكلام دوت، ودخلتيه في الحوار دوت معاهم وخليتيه يتفق معاكي وتجيبوا بلطجيه. عرفتي ان انت ما كنتيش قادره تطلعي لايف الفتره اللي فاتت دي عشان انت عارفه احنا عاملين فيكي ايه وبنطير لك كل لايف، زائد ان الحكومه انت عارفه ان الحكومه حاطه عليكي بأمارة ما انت رحتي للحكومه اول مره في محضر المحامي قلتي ايه؟ انا ما اعرفهمش، ما تعرفناش منين؟ ده انت بتشهري بينا. دي مره. وتاني مره في محضر الضرب ده رايحه انا ست كبيره وعندي السكر وست بيت وعلى عكاز. اوبجيكشن يا وليه، وشك في الحيط وقفاكي ليه؟ هتتروقي اهو. شفتي سبحان الله، ربنا رايد ان انتوا تعملوا كده معاهم ويتعمل لك محضر على ايديهم، انت واللي اسمه اسلام واللي هو اللي اسمه عمرو ده. ويعني انت واحده عندك قضيه ضرب قبل كده، فتخيلي بقى، تخيلي سبحان الله، كنت عماله تقولي متلفق لي اهو قضيه كمان اهو، افعالك سلط عليكي. امبارح طالعه لايف وطلعتي لايف بوشك في التوقيت بالظبط اللي انت عارفه ان هم موجودين، واول ما حصل حتى كان في سرينه معديه من تحت بيتك تقريبا، سرينه مطافي اسعاف حاجه زي كده، في حريقه او حاجه، وشك جاب الوان الطفل اللايف عشان انت عارفه انت بتعملي ايه. وطبعا ده مش جديد عليكي، انت حتى زمان ايام لما كنت بتبقي عايزه تعرفي عنوان اي حد علشان تعملي كده، عشان تبعتي بلطجيه، عمرك ما بتواجهي وش بوش، عامله شبحله هتاخدي في القله. خلاص انت انتهيتي. عارفه يعني ايه انتهيتي؟ بحق كل حد اذيتيه، بحق كل حد حرقتي دمه. انت عارفه انا يمكن اكتر واحده في الموضوع ده ما بيتحرقش دمي، لان ببساطه جدا انا عديت بمراحل حرقان الدم ده من زمان قوي اللي بتغيظكوا دي. لكن في ناس تانية غيري الموضوع كان بيحرق دمها. عندك ايمان، دعاء، ممكن يكونوا بيتضايقوا، لان هم انا حتى لما كنت بحس ان هم متضايقين كنت بحاول اهون عليهم واقول لهم كبروا دماغكم، وعارفه ان ربنا هيجيب حقنا. زي كده في 2019 لما طحنتك وخليتك ما تسويش في 2022 و2023 اهو. اتقلي بس اتقلي، لسه اللي جايلك اكتر. والله انا ما بقول كلمه الا لما بتبقى صدق. انا قلت لك انت ليكي جايلك كتير واهو، وقلت لك اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، واهو بتتكشفي لكل الناس. حتى اللي كان معاكي امبارح بقيتوا ضد بعض النهارده، وكمان اذيتيهم. انت اذيتيهم، يعني اللي انت عملتيه ده، الغدر ده لا يرضي دين ولا يرضي رب. انا واحده من الناس اتصدمت، رغم ان انا ممكن اكون زعلانه منهم، من اللي حصل منهم، ممكن اكون زعلانه منهم ان هم شتموا اهلي وهم ما يعرفوهمش، ممكن اكون زعلانه منهم في حاجات كتير. تخيلي انا امبارح وقت ما عرفت كده، وعرفت كمان ان انتوا سرقتوا موبايل. طبعا بتسرقوا موبايل يمكن تفتكروا ان الموبايل ده كان بتاع التوينز ولا حاجه عشان تشيلي من عليه كل بلاويكي والحوارات بتاعتك معاهم. حتى حراميه، يعني بلطجيه وكمان حراميه. يعني ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه المستنقع اللي احنا وقعنا فيه ده؟ ايه الناس البيئه اللي احنا وقعنا فيها دي؟ عارفه انا واحده من الناس امبارح قلت والله هم لو محتاجين فلوس انا ابعت حد يحول لهم حالا، لان ببساطه جدا بتسرقوهم وبتمشوهم في الشارع من غير فلوس وبتاخدوا موبايلاتهم. ايه ده؟ القرف اللي انت فيه ده؟ المستنقع الغريب اللي احنا وقعنا فيه ده. احنا عارفين ان اي حد يتخانق مع حد ولا حد يعمل له مشكله متضايق منه يروح يعمل له بلاغ في القسم، لكن فكره البلطجه والبيئه اللي انت فيها دي مصدق رمه، مصدق زي ما بيتقال عليكي في المنطقه بتاعتك في المطريه، شرشر المطريه. وما تعملش الكلام ده الا شرشر، ما تعملش الكلام ده الا واحده شرشر، ما تعرفش بلطجيه الا واحده شرشر. بلطجيه ايه وقرف ايه؟ ليكي حق
بتروحي تاخديه. شفتي ان هم غلطانين فيكي بتعملي لهم محضر على فكره. ده لو هم غلطانين فيكي لا بتتبلي عليهم بالكذب زي ما اتبليتي عليهم في 2019، ولا بتاذيهم زي ما بتاذيهم دلوقتي بان انت تبعتي بلطجيه ريجكشن يعني. يلا عامه انا قلت لك الكلمتين اللي انا عايزه اقولهم لك، واستني كده لما الناس تصحى كده ان شاء الله شويه لايفات حلوه بقى من كله هيطلع يدب فيكي طبعا، لان ببساطه جدا انت ست تستاهلي اللي انت فيه دلوقتي، وتستاهلي الشماته اللي احنا شمتانينها فيكي. يعني انا بجد انا واحده ما بشمتش في الناس في اي اذيه فيهم، بس بجد انا فيكي شمتانه، فيكي من اللي بيحصل لك واللي لسه هيحصل لك شمتانه. ربنا ده اسمه العدل، ربنا اسمه العدل، اسمه العدل. حاولتي ان انت تاذينا كلنا في حياتنا، انا واحده من الناس اللي قاعده في اخر الدنيا حاولتي تاذيني، بس اخرك ايه؟ اخرك كنت تسلطي واحده كلبه في الدره تعرف معلومات عني، ويوم ما اقفشها من لباسها تتعلم، وهي عارفه كده كويس قوي. وانا عن نفسي امنت نفسي من الكلام ده وبلغت بيه ماشي. فاللي هو يعني ايه، يوم ما اي حد فيهم هيتقفش هيتروق، لان هنا ما بيهزروش، وهنا بقى ما فيش حد يعرف يزقها على حد بلطجيه، ولا يعرف تاخدي في اللي على طول. وحتى لما كنت في مصر انت عارفه ان انا كنت مسيطره ومشياكي مسطره ومخلياكي ان انت ايه تطلعي تجري من قدامي زي الكلبه. انت جريتي استخبيتي مني في اكتوبر وقتها ماشي، عشان انت برضو كنت عارفه ان انا ايديا طايله بعرف اخد حقي. بس دول عيال غرب في منطقه غريبه، عارفه انت لو في بلدهم اكيد كانوا عرفوا ياخدوا حقهم منك تالت ومتلت، لكن انتوا استغلتوا ان هم غرب وفي بلد غريبه ما يعرفوش فيها حد كتير. بس الحمد لله ربنا يخلي دعاء وايمان وباباهم ومامتهم ويديهم الصحه، وبجد شابوا ليهم وشابوا لدعاء وايمان وباباهم ومامتهم ولكل الناس اللي هتقف مع التوينز طبعا. واي حد بيقف مع الحق يا جماعه، الساكت عن الحق شيطان من اخرس. وناس كتير الناس اللي معرصه اللي بتقعد تقول هي ما شهرتش بيكوا، حبيبتي انت معرصه، انت واحده واخده شهاده التعريس بجداره، انت واحده واخده شهاده التعريس بجداره. ايه مش بتشوفي البيدجات اللي بتتعمل؟ ما بتشوفيش الاكونتات اللي بتتعمل؟ سيبك انت ما بتشوفيش لما هي بتطلع تشغل لايف ولا فيديو وتقعد تتنمر على الناس وتقعد تتريق على الناس؟ انت واخده شهاده التعريس بجداره. الاحسن تركبيها على ظهرك قولي معرصه.com. ما هو انت اللي زيك كده المفروض ما يمشيش معاهم الا كده. فاي كلبه هتقول حرام، اي كلبه هتقول ده ما شهرتش بيكو، اخرك الجزمه. انت وغيرك مالكمش غير المزبله، لان احنا ناس عارفه احنا بنعمل ايه وعارفين هناخد حقنا ازاي. فسيبكم انتوا من الهري ده، والحمد لله حقنا بدا في ان احنا نعرف نوصل له وناخده، وقريب جدا هتبقى قضيه دعاء محمود. ومبروك عليك القواضي اللي عماله تنزل ترف على دماغك يا خرتت، حقا تستاهليها، لان انت نسيتي ان ربنا يمهل ولا يهمل. زائد بقى بتقولي انا ما شتمتش على اطفال، انا مش عارفه ايه. كدابه، انت ما سبتيش حد ما شتمتش عليه. تيا بقت كيا، كنت بتشتمي عليها في بطن امها، حتى ايلين كله كنت بتشتمي عليه. انت لا سبتي لا كبير ولا سبتي صغير ولا سبتي قصير ولا سبتي رفيع ولا سبتي تخين ولا سبتي اي حد اللي لما شتمتي عليه واتنمرتي عليه. وانت مره فلتر، انت مره فلتر. انا حاطه فلتر على فكره، روج، حتى فلتر روج عشان صاحيه من النوم، ولانسز. بس الابيض البياض بياض يعني. بصي شايفه ايه مش زيك بتبقي حاطه 15. انا على فكره مش حاطه ميك اب اصلا خالص، ولا ندعه ميك اب كده، والفلتر بس مع الاضاءه بس وخلاص. فعادي، ايه المشكله لما الواحد يقول ان انا حاطط فلتر؟ ايه المشكله يا مره يا فلتر؟ ايه المشكله لما تقولي ان انت حاطه فلتر؟ حد ليه حاجه؟ حد ليه فيه؟ اللي بيدينا حاجه يروح ياخدها. بس البني ادم ما يبقاش كداب، ما يبقاش عامل نفسه ان هو فيرجينيا جميله الجميلات وهي خرتت الخراتيت، وانتي خرتيته كل واحده قد كده، وتقعدي تتنمري على الناس على صدرهم. يا بت دي نعمه، واللي يكرهها يعمى. مش احسن ما يكون زيك فلات؟ ده انت لما اتحبستي في ايام مارسيل والبنت اللي اسمها شيماء اللي طلعت ميتين اللي جابوكي دي، قالت عليكي فلات، قالت عليكي ان انت واحده فلات ما عندكيش. لا، احنا عندنا دي نعمه الله اكبر في عينيك انت وكل الحاسدين. دي نعمه، اللي يكرهها يعمى. يلا، كان معكم رانيا سمير، وسلامتي، واستنيني افشخ فيكي.